دكتور، انا ابني جاله قبل كده التهاب رئوي، ومش مره واحده، ده اكتر من مره. انا عايزه حاجه تخلي الالتهاب الرئوي ده ما يجيلهوش تاني خالص. يبقى السؤال ايه هي الوقايه من الالتهاب الرئوي؟ مبدئيا كده الالتهاب الرئوي ده بيبقى بدايته نزله برد، بعد كده بيقلب نزله شعبيه، وبعد كده بتقلب بالتهاب رئوي. معنى ان ابنك بيجيله التهاب رئوي كتير معناه ان مناعته ضعيفه، ممكن يكون في مشكله في صدره او عنده حساسيه، زائد اكيد ان انت معالجتهوش كويس اول مره جاله فيها الالتهاب الرئوي. الالتهاب الرئوي لو ما اتعالجش كويس هيفضل يرجع للطفل كل شويه والتانيه. عشان كده بنقول الطفل اللي بيجيله التهاب رئوي ده ومحتاج يتحجز في مستشفى او محتاج علاج، لازم نكمل كورس العلاج للاخر عشان ما يبقاش فيه بواقي التهابات موجوده تبقى مصدر عدوى لالتهاب رئوي تاني قريب. زائد ان انا لازم الطفل اللي جاله التهاب رئوي ده قبل كده لازم ياخد تطعيمات المكورات الرئويه، ولازم ياخد مصل الانفلونزا لو معدي عمر 6 شهور. الالتهاب الرئوي خطورته بتظهر في اول 6 شهور من عمر الطفل، وعدد مرات الالتهاب الرئوي بتزيد لو انا ما عالجتهوش كويس، لو انا جاله في عمر صغير، لو انا ما كنتش عطياله التطعيمات المكورات الرئويه. الالتهاب الرئوي مرض صعب نعالجه كويس، ويا ريت الوقايه منه عن طريق التطعيمات الاضافيه.